ما زال الكابتن علاء عبد العال يمارس هوايته في تضييق الخناق تكتيكيا جدا في ارضيه الملعب امام اي فريق بيلعبه. قلنا يا جماعه في بدايه الموسم ريبيرو كل الاضافه اللي محتاجه تنضاف له من الناس المصريين اللي معاه ان انت هتلاعب، والله بدون اي مبالغه، اقوى مدربين تكتيكيا على مستوى العالم بعد الدوري الاسباني. المدرب المصري ذكي جدا واللاعب المصري ذكي جدا وعنده الحميه والدوافع دايما ان هو يدافع قدام فريق قوي، بالتحديد مع الكابتن علاء عبد العال. الكابتن علاء عبد العال يا جماعه متمرس في الموضوع ده. ضيق الخناق في الشوط الاول على النادي الاهلي. النادي الاهلي تقريبا عمل كل حاجه، ريبيرو عمل كل حاجه. يعني انا ما فيش لعيب بعينه الومه زي باستثناء محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان محتاج يركز شويه، كريم فؤاد محتاج يساعد شويه في الحته اللي قدام. هنشوف ريبيرو هيعمل ايه في الشوط الثاني، ولكن فعلا كابتن علاء عبد العال بيمارس هوايته.